الدنيا ولا على السوشيال ميديا بسبب مركز تكوين. اليومين دول حتى طلع ترند على اكس، منصة اكس. مركز تكوين ده بقى للي ما يعرفوش، ده معمول مخصوص لتجديد الخطاب الديني كما يدعون، يعني تحت غطاء تجديد الخطاب الديني. مين الأمناء؟ إبراهيم عيسى، إسلام بحيري، يوسف زيدان. طبعا الناس دي ليهم سوابق في التشكيك في السنة النبوية وانتقاد الدين وهدم الثوابت الشرعية، ومنهم اللي بيقدس البقرة ويقول لها ويحترمها، ومنهم اللي اتحبس سنة بسبب ازدراء الأديان وهدم الثوابت الدين، وقال على كتب التراث كلها عايزة تترمي في الزبالة. يعني الناس دي كلها عندهم شبهات وأيادي خلفية كده، إن الناس دي دايما هي شغلتها الشاغل التشكيك في الدين وثوابت الدين، والتشكيك في رحلة الإسراء والمعراج، وهدم كل ثوابت الدين اللي احنا نعرفها من قديم الزمن من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وهدم السنة النبوية. هي دي الناس اللي عايزين يعملوا تجديد خطاب ديني في مصر. والموضوع الآن مطروح قدام النيابة العامة، لأن في عدد من المحامين والمستشارين قدموا أو رفعوا قضايا بمعنى أصح لقفل المركز ده وعدم استمراره، لأنه هيعمل فتنة في المجتمع. للأسف يحصل مركز زي ده، مشبوه زي ده، في بلد فيها الأزهر الشريف، أكبر مؤسسة إسلامية في العالم الإسلامي كله. هم حاولوا قبل كده وحاولوا كتير، مش أول مرة الدين الإسلامي يتعرض للهجمات الشرسة بالطريقة دي. هم حاولوا قبل كده كتير في أزمنة مختلفة، لكن فشلوا، وإن شاء الله برضو هيفشلوا مرة تانية.